السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من سلسلة حلقات يا بلدنا يا حلو. في الفيديو بتاع النهاردة هنزور مع بعض الحسين وشارع المعز وشارع خان الخليلي، وهنتفرج مع بعض ونتعرف على تراث مصر القديم ونستمتع مع بعض. بس يا ريت قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يجيلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. تعالوا بينا مع بعض نبدأ بمجموعة السلطان المنصور قلاوون، اللي بتعتبر يا جماعة تحفة معمارية بيعود تاريخها للعصر المملوكي، واللي أمر ببنائها السلطان المنصور سيف الدين قلاوون سنة 1279 ميلادية، وهو أحد أبرز سلاطين عهد المماليك البحرية. وبنى المجموعة دي من شدة حبه لفن العمارة الإسلامية. ومجموعة السلطان قلاوون يا جماعة بتتكون من مسجد ومدرسة وقبة وبيمارستان. والبيمارستان ده يا جماعة علشان اللي مش عارف معناها هي مستشفى علاجية، وعلشان كده بتعتبر المجموعة دي أثر مميز لسلاطين المماليك بيحمل جمال الزخرفة ودقة وفخامة البناء. وقبة المجموعة بتعتبر تاني أجمل وأعظم ضريح في العالم بعد ضريح تاج محل في الهند، وهي أروع النماذج العثمانية الموجودة في القاهرة، سواء في تخطيطها المتميز أو عناصرها المعمارية والزخرفية المتنوعة. وقبل وفاة السلطان قلاوون كانت بتعتبر بمثابة المسجد والمدرسة مع بعض، لكن بعد وفاته قرر المحيطين بها إقامة مدفن ومقام، وبتطل القبة على يمين الواجهة الخارجية للمجمع. أما المدرسة فهي واحدة من أروع المدارس المملوكية اللي اتبنت في مدينة القاهرة، واللي ما اتكررتش تاني في العمارة الإسلامية في مصر. وأنشأ السلطان محمد بن قلاوون عند واجهتها سبيل صغير لسه موجود لحد دلوقتي، والمأذنة هي أضخم مأذنة اتبنت في مصر، وبتتميز بالدقة والفخامة في البناء، وكلها زخارف إسلامية في منتهى الروعة. أما المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي ده يا جماعة اسمه بيت السحيمي، وهو عبارة عن منزل أثري موجود في قلب القاهرة، وبالتحديد في حارة الدرب الأصفر بمنطقة الجمالية، والمتفرع من شارع المعز لدين الله الفاطمي. وبتبلغ مساحته حوالي 2000 متر مربع، وبيتكون من منزلين. الأول في الناحية القبلية بناه شيخ بندر التجار عبد الوهاب الطبلاوي سنة 1648 ميلادية، وسجل الكلام ده على قطعة خشبية على أحد جدران المنزل. والمنزل التاني في الناحية البحرية واللي أنشأه شيخ بندر التجار إسماعيل ابن إسماعيل شلبي سنة 1797 ميلادية، وعمل دمج للمنزلين مع بعض علشان يبقوا منزل واحد. وتسمى بيت السحيمي بالاسم ده نسبة لآخر شخص سكنه، وهو شيخ رواء الإتراك بالأزهر الشريف محمد أمين السحيمي، واللي اتولد في مكة المكرمة وجه مصر علشان يستقر في المنزل. وبعد وفاته سنة 1928 اتواصلت الدولة المصرية مع عيلته علشان يتحول لأحد الآثار الإسلامية العريقة في مصر، والكلام ده كان سنة 1931 ميلادية. أما بقى الساحة الكبيرة والعظيمة الموجودة قدامنا دي يا جماعة هي ساحة جامع الحاكم بأمر الله، وهو رابع أقدم المساجد الجامعة الباقية في مصر، وتاني أكبر جوامع القاهرة بعد جامع أحمد بن طولون، واللي أمر ببنائه الخليفة العزيز بالله الفاطمي سنة 990 ميلادية، لكن للأسف اتوفى قبل ما يكمله، واللي كمله بعد منه ابنه الحاكم بأمر الله سنة 1013 ميلادية. ومكانه حاليا في نهاية شارع المعز لدين الله بحي الجمالية جنب باب الفتح،
وده لأن المسجد وقت تشييده كان خارج أسوار القاهرة القديمة اللي بناها جوهر الصقلي، وبعد كده أصبح داخل المدينة بعد توسعة المدينة وبناء الأسوار الحالية سنة 1087 ميلادية. وللمسجد يا جماعة تاريخ مثير للاهتمام، وده علشان الحملة الفرنسية عملت منه مقر لجنودها واستخدمت المآذن بتاعته كأبراج مراقبة، وكمان رواق القبلة بتاعته استخدمت كأول متحف إسلامي في القاهرة أطلق عليها دار الآثار العربية. وبكده حبايبنا بتكون جولتنا النهارده خلصت من داخل جامع الحاكم بأمر الله في شارع المعز بمدينة القاهرة. ويا رب تكون حلقتنا النهارده عجبتكم، بس ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يجيلكم كل جديد. واشوفكم في حلقة جديدة وفيديو جديد من سلسلة حلقات يا بلدنا يا حبيبي.